السلام عليكم. اهلا بيكم في عالم التطبيقات. دلوقتي لو انت مهتم بعالم التطبيقات تقدر تشترك في قناتنا وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل يوم كل جديد في عالم التطبيقات، ونقدر نساعدك بمعلومات عن كل التطبيقات اللي انت محتاجها في حياتك. النهاردة هنتكلم عن تطبيق مهم جدا في حياتنا اليومية وأثبت جودته في الفترة الأخيرة، هو تطبيق فاميلي تايم، الرقابة الأبوية. التطبيق ده واخد نسبة تقييم 4 على جوجل بلاي، ودي نسبة عالية جدا، وده دليل على رضا العملاء عن التطبيق مساحته 11 ميجا بايت ونزله أكتر من 1,000,000 عميل. التطبيق ده هو تطبيق الرقابة الأبوية على الهاتف المحمول. تقدر تحدد وقت الشاشة وتحظر التطبيقات والألعاب اللي انت مش محتاج ان طفلك يشوفها. التطبيق ده بيخلي الأب والأم يراقبوا تليفون ابنهم المحمول أو اللابتوب من عن بعد. يعني لو انت الأب والأم مش موجودين في البيت يقدروا يتحكموا في تليفون ابنهم، يقدروا يقفلوا الشاشة في أي وقت من الأوقات لو حسوا ان هو قاعد على الهاتف المحمول بعدد ساعات أطول من اللازم، ويقدر كمان بيقفل لهم الشاشة فورا، ويقدر كمان ان هو يعين وقت للشاشة، حدود للشاشة اليومية. يعني لو انت عاوز ابنك يستخدم التطبيق ده 2 أو 3 أو 4 بتحدد وقت معين، بتروح قافل التليفون عليه. من اهم كمان مميزات التطبيق ده ان هو بيعمل حظر للتطبيقات والالعاب اللي انت مش عاوز طفلك يتفرج عليها. وتقدر تحط جدول زمني للأطفال علشان يقدروا يتمكنوا من الأجهزة بتاعتهم ويشوفوا ويمسكوا التليفون المحمول الخاص بيهم، وتحدد لهم وقت بده. الأب والأم يقدروا عن طريق التطبيق ده وهم بعيد عن البيت إن هم يتحكموا في كل شيء بيتفرج عليه ابنهم عبر التطبيق. وكمان تقدر تراقب طفلك في الوقت الفعلي، وهيتم إعلامك كمان عن دخوله ومغادرته لللابتوب أو للمكان اللي هو ماسك فيه التليفون المحمول. يعني تقدر تقول إن ده برنامج رقابة شامل مكتمل عن الطفل، بيراقبه وبيقدر يحاسبه على كل اللي بيقوم بيه على تليفونه. أتمنى أكون وصلت التطبيق ده بشكل سهل وبسيط، ومنتظرة تعليقاتكم سواء إيجابية أو سلبية. ولو انت شفت الفيديو ده بعد فترة ولقيت ان التطبيق ده حصل عليه اي تجديد او معلومات اكتر، ياريت تبلغنا بيه عشان نعمل لك فيديو تاني فيه كل التجديدات والتحديثات اللي حصلت على الفيديو. اتمنى تفعل الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك مننا كل جديد في عالم التطبيقات.